السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده العيش في البيت وعلى الطاسه زي ما انتم شايفين كده، وبجد حلو جدا، وباذن الله مفيش ولا واحد مش هيقب معاكي. وطبعا احلى واوفر من عيش المخابز بكتير، وحاجه بقى نظيفه وتحفه وريحته حكايه. وبجد بجد النتيجة حلوة جدا، وما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده مفيش ولا واحد هيهبط منك. معايا خض من بتاع الجبنة القريش، لما بعمل الجبنة بشيله في اكياس واحتفظ بيه في الفريزر. وقت ما بعمل عيش او اي معجنات بستخدمه، طبعا بيخلي المعجنات حلوة جدا. ممكن تبدليه بلبن رايب او ممكن تعملي بمية بس. العيش ينفع باي حاجة، فانا كان متوفر عندي الخض ده فهعمل بيه. انما لو انت ما عندكيش خض عادي خالص هتعمليه بمية دافية. كيلو الدقيق عليه معلقه سكر كبيره وحوالي نص معلقه ملح صغيره. ادوبهم الاول علشان الخض ده سخن معايا قوي، على ما يدفى شويه علشان ما يموتش الخميره. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى دافي معايا. لكيلو الدقيق هزود معلقه خميره كبيره، بسم الله الرحمن الرحيم، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. بيدي هشاشه حلوه جدا لاي معجنات بتعمليها وبيخليها حلوه قوي. وهقلبهم بسم الله. معايا مبدئيا نسيت اقول لكم كوبايتين خض او كوبايتين ميه. لو لقيت كيلو دقيق محتاج تاني هضيف انا بالتدريج بقى. بعد ما قلبتهم مع بعض هضيفهم على الدقيق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. وانا بعجن لو احتجت ميه هزود، انما مش هزود ميه كده على طول علشان اقدر اتحكم في سمك العجينه معايا. زي ما انتوا شايفين لسه في دقيق، فانا هضيف حوالي نص كوبايه ميه دافيه. بسم الله. زي ما قلت لكم هزود الميه بالتدريج علشان اقدر اتحكم في سمك العجينه. هفضل اعجن فيها لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، وتبقى العجينه ناعمه وملساء كده حوالي 10 دقايق. علشان طبعا تديكي نتيجه مضمونه لازم تعجنيها كويس، وهتبقى العجينه بتلزق كده. العجينه لما تكون بتلزق كده بتدي نتيجه حلوه جدا للعيش او اي مخبوزات بتعمليها. اسيبه يرتاح بس 5 دقايق او 10 دقايق واشكل فيه معاكم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشكله علشان وشه ما ينشفش مني وانا بعمله. هجيب فوطة والقطع اللي هعملها اغطيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وش العجينة ما ينشفش ويشق. زي ما انتوا شايفين كده شكلت كل الكمية اللي معايا. هرش رشة دقيق خفيفة جدا. بسم الله. وهجيب اول قطعة شكلتها وهعمله بالسمك ده كده. وهجيب فوطة نظيفة وهضيفه. بسم الله. والواحد اللي هعمله هغطي بالفوطة كده علشان وشه ما ينشفش. نعمل واحد تاني. اهم حاجة لازم تغطيه علشان الوش ما ينشفش. كده انا فردت كمية العجين اللي كانت معايا كلها. هبدأ بقى بأول حاجة انا فردتها، ما شاء الله انتفخ كده. هكون مسخنة الطاسة جامد. بسم الله. وبعد كده هخلي النار متوسطة. ما شاء الله هتلاقيه انتفخ كده. الطاسة سخنت جامد زي ما انتوا شايفين كده، فهدي على ما اضيفه. بسم الله. اول ما يبدأ ينفخ كده هقلبه على الناحية التانية على طول. ما شاء الله كده خلصت الكمية اللي معايا كلها. حابة اوريهولكم. ما شاء الله مفيش احلى من كده. حلو جدا، وزي ما شفتوا ما بياخدش وقت وجميل جدا، وبتعمليه على الطاسة كده في ثانية ولا بياخد اي وقت خالص.
وبكده ابقى خلصت معاكم وصفتي النهارده، وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.